حصل مرة جربت مطعم سوداني في الرياض، أنا شريف الطيب وخالد عوض هنجرب مطعم سوداني في الرياض، هنكلمكم بالتجربة. أول ما تدخل بتلقى الابتسامة والبشاشة والحفاوة. مطعم أكتر ما لفت انتباهي فيه الفلكلور السوداني، إحساس إنك في السودان. فيه العادات والتقاليد السودانية الجميلة بيخليك ترجع ذاكرتك لوطنك. وكمان فيه أطباق فلكلور إفريقي، وعموما ديزاين المطعم جميل جدا وحيعجبك. وهنا اخترنا الأطباق النفسنا فيها. وكمان الويتر تعامله جدا جدا جميل. دي الغايمة موجودة، ما شاء الله أكل سوداني بلدي رهيب، واللحمة حاجة من الآخر. كمان الأقاشة الجنبك ما حتديه. عندهم طلبات خارجية وعصاير فريش. اللحمة الحب حاجة من الآخر، والمحشي والسلطات والرجلة يا سلام، والكسرة، سلطة الأسود كمان، وعصير الكركديه السوداني، وقمر الدين. يا الله، انتظرنا 5 دقايق أو أقل جات الطلبات اللي احنا طلبناها. طريقة التقديم من الويتر حاجة جميلة صراحة. الخبز والعصاير أهم حاجة. خالد أبوك ليه في شنو؟ أوريكم بعدين. شكرا يا مدير، شكرا. يا سلام، نجرب. لذيذ. خالد بيجرب الكسرة وبقول لي في رايه، مستغرب جدا. طعم حاجة ما تخلص. صاحب المطعم يسألنا الأكل كيف، قلنا له الحقيقة طبعا. يا سلام، حاجة والله بجد مشرفة. طبعا هنا بعد ما قضينا على الأخضر واليابس، وخالد هنا ردة فعله كانت غريبة عشان العصير خلص، لكن خلاني أقول عايز تاني. وزي ما كانت حفاوة الاستقبال كانت هي حفاوة الوداع. كان احنا سودانيين، وبجد أبو منا إنسان طيب وبشوش، وإنسان مرحب بالضيوف. شكرا أبو منا، شكرا مطعم أحلى الذكريات.